بيبدأ الفيلم مع عميل بيهرب من فريق بيحاولوا يقتلوه وتخلص منهم ومشي، وطلعت له واحدة قتلته وخدت الشنطة بتاعته ومشي. وظهر واحد في سجن كان بيلعب، وكان في هاكر بيتحكم في السجن وبدأ يفتح الزنازين في السجن، وانتبه الأمن ودارت معركة كبيرة، وشغل الهاكر أغنية وطلع المساجين كلهم من أوضهم. والهاكر ده كان في بنت معاه وعاوزين يهربوا واحد، وواضح انهم من جهة أمنية عالية. وطلع الشخص ده من سجنه، وبدل ما يهرب رجع تاني وراح يهرب واحد صاحبه معاه وكان اسمه إيثان هان، وبدأ يضرب في المساجين والأمن لحد ما وصل زنزانة واحد اسمه بوغدان، وخدوا وطلعوا يجروا، وعمال إيثان يضرب اللي بيقابله، وكانت معجنة. وأخيرا نزلوا البدروم واتفتحت فتحة في الأرض، والبنت نزلتهم وعرفته بنفسها إنها العميلة كارتر، ومشيوا وركبوا عربية مع الهاكر اللي اسمه بنجي. ولما سألوه عن صاحبه قال لهم إنه اداله معلومات سرية وهيقتلوه لو سابه. وبعدها خدر صاحبه بوغدان، وعربية جت خدته منهم. وسألته كارتر انت مسجون ليه؟ قال لها انتوا طلعتوني ليه؟ واتفاجئت لما قال لها ان الوزير اللي طلعه اكيد محتاجه والاوضاع بقت خطيره. وحكيت له عن عمليتها هي والعميل اللي اتقتل، وكان اسمه هانوي، وكان المطلوب انهم يعرفوا اسم اللي معاه الملف. وعرفته كارتر لما سالت اصحابه بلطافه، ولما قالته له كان مركب عدسه في عينيه بتتعرف على كل الناس. ولما شاف الهدف خد منه شنطته وافقده الوعي، وابتدت ناس تانية تطارده وتخلص منهم. وظهرت سايبين مورو وقتلته، وسالته عنها قال لها انها قاتله مأجوره بتشتغل مقابل الالماس. وسالها الملف ده فيه ايه؟ قالت له كان فيه شفرات لاطلاق سلاح نووي روسي. بدا إيثان يحكي لها عن واحد اسمه كوبولت، وكان مصمم على تفجير سلاح نووي، ومورو اشتغلت معاه قبل كده واكيد سرقت الشفرات عشان تديها له. ونزل إيثان وادوله المعلومات في التليفون بعد ما عرفوه، وكلموه عن كوبولت وانه لازم يدخل الكريملين وينتحل شخصيه جنرال فيدروف ويدخل السجلات ويجيب ملف كوبولت. سهله جدا اهي. لا والله. وقدامه 4 ساعات و50 دقيقة بس هو وفريقه، ولو فشلوا في المهمة هيتبرئوا منهم. وبدأت المهمة ودخل إيثان متنكر ومعاه بنجي كمان اللي قاعد يتكلم وباين عليه رغاي قوي. وكارتر بتلعب ببالونة ومربوط فيها جهاز، وقعته في فتحات تهوية ومش عارف ليه. ودخل إيثان للأمن اللي خدوا هويته يتعرفوا عليها، وحطها الموظف في المكنة وما تعرفتش عليه. والجهاز اللي رميته كارتر لسه ما اشتغلش، ولما اشتغل أخيرا قال له جرب تاني ياض، وفعلا اتعرف عليه الجهاز. واتحركوا للارشيف وعملوا حركه عشان الامن اللي هناك في مكان زي طرقه طويله كده. وبدا الموظف يدور وهم بيتحركوا بلوحه كبيره عاملينها بتبين ان مفيش حاجه في الممر، والجندي عمال يدور يا عيني لحد ما وصلوا باب الارشيف. ودخل إيثان ولقى ملف كوبولت فاضي، وسمعوا كوبولت نفسه دخل على الموجه بتاعتهم وقتل جندي وقال له جاوب يا قائد الفريق. واتحرك الجنود كلهم رايحين على إيثان، وقال له كوبولت انا جاهز للتفجير. إيثان قال لهم الغوا المهمه وطلعوا يجروا. وشاف إيثان كوبولت في الممر، واكتشف الجنود الصورة المزيفة واتحركوا هم كمان. وإيثان قعد يجري لحد ما خرج بره المبنى وغير هدومه كمان، وشاف كوبولت وراح وراه. وفجأة انفجر المبنى كله انفجار شديد قوي، وبدأ إيثان يجري والانفجار لحقه وفقد الوعي فورا. فاق إيثان في المستشفى ولقى نفسه متكلبش، وجاله ضابط شرطة وكلمه ووراله الجاكيت بتاعه وسمعه التسجيل بتاعه وان هو اللي فجر الكريملين. ودخلته الدكتورة أوضة وبيتكلم الضابط مع صاحبه، وفجأة هرب إيثان وطلعوا يجروا وراه يدوروا عليه. ولقى الضابط ده بيحاول ينط من المبنى، وقعدوا يشاور له انه ينط. وفجأة إيثان فك حزامه واتشعلق في حبل ونط على العربية ماشية ووقع وجري وهرب منهم، وسرق تليفون واتصل بمكان شغله. وظهر واحد ومراته وابنه وبيقول لمراته ان هم هيمشوا. ولما شاف الاخبار قال لها لا ده احنا هنمشي دلوقتي. وبص عليها لقى كوبولت قدامه وبيهدد مراته وابنه، وطلب كوبولت منه شغله يعملها له. ونرجع لإيثان اللي وقفت له عربية وركب، وكان الوزير اللي قعد يوبخ فيه شوية ان هو اللي فجر مبنى الكريملين. وعرفه على براندت رئيس المحللين، وطلب منه قلم واداله مواصفات كوبولت. قال له انه كيرت هاندريكس استاذ فيزيائي في جامعه ستوكهولم ومتخصص في النووي. يا حلاوه. ورفضوه عشان هو مجنون. وافتكروا إيثان وطلب من الوزير يحذر الروس من كوبولت انه معاه شفرات سلاح نووي، وانه سرق الجهاز ده من عندهم وغطى بالتفجير عليه. والوزير قال له انهم مش هيصدقوهم لانهم فجروا المبنى. والرئيس اتخلى عن الفريق والمفروض يرجع الفريق لبلدهم، بس اداله مهمة انه يعتدي عليهم ويهرب ويكمل المهمة ويمسك كوبولت ويمنعه. واداله فلاشة كمان. وفجأة ابتدى ضرب النار عليهم والوزير مات، والسواق اتقتل وانحرفت العربية ونطت في المية. وطلع إيثان وبراندت والجنود بيضربوا عليهم نار، وإيثان عمل خدعة وهربوا منهم وراحوا يركبوا القطر اللي فيه العربية بتاعتهم. ولما ركبوها لقوا بنجي وجين جواها، وعرفهم إيثان على براندت ومسك الكمبيوتر وحط الفلاشة وبدأ يتعرف على المهمة ويعرف اصحابه. وبدأ
وبدأ كوبولت يتكلم انه عاوز يضرب قنبلة نووية ويتخلص من البشر اللي مضيقين عليه المكان، وكلم ايثان صاحبه وقال له يوديه لواحد في دبي، وبدأ يشرح لاصحابه المهمة وهيعملوها ازاي. وكانت الخطة انهم يسيطروا على برج في دبي وياخدوا الشفرات من مورو ويقابلوا ويسترن ويدوا له نسخة مزيفة من الشفرات ويراقبوه عشان يوصلهم لكوبولت، وبلغهم انهم بقوا لوحدهم بدون مساعدة، وطلب منهم ياخدوا كل حاجة عاوزينها، واتحركوا على دبي. وصلوا برج عالي قوي في دبي وبدأوا يشتغلوا، وبنجي قال لهم ان في مشكلة انهم لازم يوصلوا للخوادم من بره المبنى لان برامج الحماية متطورة شوية ولازم يوصلوا لها يدوي بدل ما تفشل المهمة. واتجادلوا على اللي هينفذ، وطلع ايثان ولبس جوانتي لاصق، واللون الازرق يعني التصاق والاحمر يعني يموت، وبدأ يطلع 11 دور للخوادم، وكان فاضل 25 دقيقة على المقابلة. واكتشفوا كمان ان في عاصفة رملية بس بعيدة شوية، وفجأة باص جوانتي من الاتنين وقلع وكمل ووصل اخيرا، ولسه بيفتح الازاز راح وقع كام دور ومسك تاني، ولما طلع كسر الازاز ودخل وحط فلاشة في الخوادم وسيطروا عليها وعلى البرج كله كمان. وراح بنجي وجين يغيروا ارقام الغرف، وايثان بيحاول النزول، كسر الازاز وربط حبل في نفسه ونزل بيه، بس الحبل بتاعه كان قصير شوية، راح نط عشان يخش مكانهم وخبط وكان هيقع، ومسكوا براند وجين مسكت براند، وكانت حركة جامدة قوي. وطلع ايثان اخيرا ولبسوا براند عدسة بتصور الاوراق بارقام مختلفة، وفجأة شافوا ويسترن ظهر ومعاه واحد تاني، وسألوا براند عنه، قال لهم انه ليونيد كاتب شفرات وجاي يتأكد من صحة الشفرات والمهمة قربت تفشل، وباص كمان الماسك اللي كانوا بيعملوه. بس قال لهم ايثان انهم هيدوهم الشفرات الحقيقية، واعترض براند عليهم، بس اقنعوا ايثان في الاخر انهم لازم يوصلوا لكوبولت لانه هو الاساس، وانهم موجودين دلوقتي وهيوقفوه. وبنجي عمال يعطل في الاسانسير، وراحت جين اوضتها، وراح ايثان وبراند لمورو ودخلوهم، ودخل ويسترن لجين وسالتهم مورو مين فيكم ويسترن، واللي كان بيحصل هنا بيحصل هناك. وفتشوا ايثان وقعدتهم وسالتهم عن الالماس، قال لها في مكان قريب، وطلب منها الشفرات، وكانت هتقتل براند بس ايثان وقفها وهددها ان كلهم هيموتوا. وهناك طلبت جين شاي، وجابت مورو الاوراق عشان يتاكدوا من صحتها، وبدا براند يصورها بالعدسه بتاعته وتطلع في الشنطه اللي مع جين، ومش عارف بيعملوها ازاي. وجين خدت الماس وادتهم الشنطه المقفوله، وبنجي خد الالماس من الكيس ومشي. ولاحظت مورو ان في حاجه غريبه في براند، اللي قال لجين تمام كده، وبدات تدي الارقام لويسترن اللي فتح الشنطه لقى الاوراق موجوده، وكلم ايثان بنجي عشان يجيب الالماس، وتاكد ويسترن ان الشفرات سليمه، وتاكدت مورو ان الالماس سليم، وخد ويسترن الاوراق ومشي. وبلغت جين ايثان ان ويسترن مشي، ويسترن قتل ليونيد، وحطت مورو الالماس في شنطتها وادت الورق لبراند، وتاكدت انه لابس عدسه، وامرت بقتله، وابتدى الطحن ساعتها، وايثان بيتخلص منهم، وبلغ جين تمسك مورو، وخلصوا على رجالتها اخيرا. وجريت جين ومسكت مورو، وخلت بنجي يراقبها لانها هتقتله لو راقبته. وجري ايثان عشان يلحق ويسترن، وطلع له الظابط فجاه ومسكه، فضربه هو ورجالته، وجري ورا ويسترن اللي انتبه، وبلغ براند ان ليونيد مات. انتبه بنجي وقامت ضربته مورو، وطلعت لها جين وقعدوا يضربوا في بعض شويه، وفي الاخر جين علمت عليها ووقعتها بره المبنى كله. ونرجع لايثان اللي بيجري ورا ويسترن، والعاصفه الرمليه اشتغلت ومحدش شايف حاجه، وركب ويسترن عربيه وخبط ايثان اللي اتشعلق على العربيه ووقع منها في الاخر، وسرق عربيه وجري بيها ورا العلامه اللي بتحدد مكان ويسترن، وخبط في عربيته في الاخر بعد ما نط منها، وملقاش ويسترن اللي جري ومسك عربيه نقل ماشيه وهرب، وطلع هو كوبولت في الاخر. ونرجع للفريق اللي براندت عمال يزعق لجين عشان قتلت مورو، وكلم ايثان واحد واداله عنوان عند ولاعه دانهيل وهيروح له، وطلع يتخانق مع براندت اللي بيخبي عنه هويته، واختبره وعرف انه كان عميل جامد قوي كمان. وساله ايه اللي خلاك تبقى محلل، قال له كل واحد عنده اسرار. وسابهم ومشي ايثان وراح لبوغدان اللي هربه، وكان جايب له نسيبه، وقال له ايثان ان في حرب نوويه وانا بدور على كيرت هاندريكس اللي اسمه الحركي كوبولت، ومعاه شفرات سلاح نووي وهو محتاج قمر صناعي. وقال له ايثان انه عاوز يعرف هيجيب قمر الصناعي منين، وقال له نسيبه ان اللي معاه المعلومات دي بلدك بتعتبره ارهابي. قال له ايثان ان اصحابي هم اصحابك، اعتذر له انه مش هيقدر يساعده، وبعد كده قال له ان الروس باعوا قمر صناعي لشركه في مومباي، واقنعهم وسيط متعهد بيساعد اصدقاء قدام وبيكسب عملاء جداد زيه كده. وقال له عشان تعطل القمر الصناعي لازم فريق عنده مهارات. وصل الطياره ايثان وجاب فريقه كمان، واتحركوا على بومباي في الهند، واتصل نسيب بوغدان بالظابط سيدروف وقال له عن ايثان وفريقه، وان في جهاز اتسرق من الكريملين، واتفق معاه انه يساعده ان هو يدور عليهم ويلاقيهم وما يطردهوش بعد كده. وعرف ايثان لاصحابه المهمه، وبدا بنجي يحكي لبراندت عشان يعطل القمر الصناعي،
الصناعي، وقعد بنجي يضحك عليه لانه خايف انه ينط من 7 متر. وصل ايثان ومعاه جين الحفله اللي فيها صاحب الشركه اللي اشترت القمر الصناعي. وصل بنجي وبراند، وراحت جين تتعرف على صاحب الشركه عشان تجيب منه الشفره. وصل براند مكانه ورحب صاحب الشركه بجين اللي ما ادتهوش اهتمام كبير، وبدات تبص جين على ايثان عشان تخلي بريج ناس يهتم بيها. وسالها ده جوزك؟ قالت له لا، زميل في العمل. وايثان بيقول لبراند تنط ياض، وهو مرعوب، وايثان متابعه وعمال يتهرب عشان ما ينطش. وفي الاخر زعق فيه ايثان نط ياض، ولما نط كلهم سمعوا. وجين عصرت ايد بريج ناس اللي استغرب قوي وسابها ومشي. وقالت لايثان اللي اطمن ان براند اتنط وراح يشوف المشكله التانيه، وراح لجين وطمنها انه هيكلمها. وبعت لها بريج ناس ده تليفون، وقعد يستخبى منها شويه وكان بيلعب معاها شويه يعني. وبدا بنجي يوجه براندد بالمغناطيس. وفي الوقت ده كان كوبولت رايح للقمر الصناعي في مقر الشركه. ونرجع لجين اللي وصلت للامير ده اخيرا وخدها معاه. وبدا براندد شغله على القمر الصناعي. ووصل كوبولت لمقر الشركه وقتلوا الحارس. وجين مسكت ايد الامير ولوتها وضربته بالقلم كمان. وبدا كوبولت شغله ويتصل بالقمر الصناعي بالمواصفات الاصليه. وبدا ويسترم يحمل الفيروس. وعرف بنجي ان كوبولت طفى الخوادم وبيعيد برمجه القمر الصناعي خلال 5 دقائق. وطلب ايثان الشفره من جين اللي مسكت الامير وهتقتله. وبدا يقول لهم الشفره. واكتشف بنجي ان الوقت فات، وقال لهم ان كوبولت في محطه تلفزيون حكوميه. وقال له ايثان ابعت لي العنوان. وبداوا يمشوا. والظابط سيدروف شاف ايثان اللي سلم عليه ومشي. وبراندد بيحاول يطلع، وفجاه انفجرت العربيه المغناطيسيه ولحق نفسه ونط من الشباك. ونروح لكوبولت اللي بدا يطلق صاروخ نووي على امريكا اللي فجرت لهم الكريملين وعاوز يوقعهم في بعض. وايثان وجين رايحين لهم وطايرين بالعربيه. وبلغهم بنجي ان كوبولت شغل صاروخ وقدامهم 3 دقايق بس، وانطلق الصاروخ النووي اخيرا. وبلغوا ايثان اللي كمل وقال ان اكيد في طريقه لتعطيله اللي هي الشنطه بتاعت كوبولت. اللي شاف ايثان وصل وقال لويسترم يعطل المحطه، وجري وراح ورا ايثان وساب جين عند ويسترم اللي اتبادلوا اطلاق النار. واكتشفت جين انها اتصابت. ووصل لها بنجي وبراند واتقطع النور عليهم وهم بيحاولوا يصلحوا المحطه. وطلب منهم براند يصلحوا المحطه وجري ورا ويسترم ورايح يرجع الكهرباء. وبدا الصاروخ يكمل رحله العوده. وايثان بيجري ورا كوبولت اللي دخل مبنى فيه هليكوبتر على سطحه. وبداوا يضربوا في بعض وعمالين ينطوا في مكان زي جراج عربيات وكسروا بعض. وكانت معركه جامده شويه. ونرجع لبراند اللي لقى مكان الكهرباء وطلع له ويسترم وقعد يضرب فيه. ومسك كوبولت الشنطه ونط بيها ووقع. وفكر ايثان وركب عربيه وشغلها ونط بيها هو كمان ونزل. والصاروخ كان نازل. وبراند عمال يضرب ويسترم ومسك ايثان الشنطه وفتحها. وفضل 30 ثانيه على الانفجار وداس على الغاء بس ما حصلش حاجه. وظهر بنجي وقتل ويسترم. ورفع براند لوحه الكهرباء وحط جين الهارد وداس ايثان على الزرار تاني. وانحرف الصاروخ وبقى حته حديده ووقع في الميه. في الاخر وصلت الشرطه بقياده سيدروف اللي طمن على ايثان وعرف انه ابطل الصاروخ وقال له احنا اصحاب. قال له ايوه. وخده على المستشفى. وبعدها بفتره ايثان قعد مع صاحبه وعرفه على فريقه وسابهم ومشي. وقعدوا يضحكوا مع بعض على اللي حصل ان شركه التامين عاوزين ثمن العربيه اللي ايثان دمرها. واطمن عليهم وشكرهم على مجهودهم واداهم مهمه تانية. بس براند اترفض. بس ايثان قرا ملفه. وكان براند فاكر انه تسبب في موت مرات ايثان وتحول لمحلل بعدها. وقال له ايثان انها عايشه. ولما عرف براند قعد يضحك وخد المهمه في الاخر وبقى في فريقه كمان. انتهى فيلم النهارده. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالقصه. لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل الجرس لانه مهم جدا علشان يوصل لك كل جديد عندنا. وشير الفيديو عشان تدعمنا. معاكم ممدوح من توم نافل.